اشرب الماء وعاجل أيها الناس قبل ما إنه قد أقبل إليكم شهر يأتي الله الصباح، بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل موعد الشهور، الإمساك مقبل فاشرب الماء المباح. ولياليه أيها الصائم ردد كل ليل في الأنام، جاعت النفس فلا زاد لها غير الصيام. المهم اخواني، هسه خلونا نعوف الاكل والماء والشرب على صفحه، او نجي لخطبه النبي في شهر رمضان الكريم. والله العظيم خطبه عجيبه غريبه. النبي صلى الله عليه واله يقول: هو شهر دعيتم فيه الى ضيافه الله. يعني احنا بهذا الشهر ضيوف عند رب العالمين، ورب العالمين هو المضيف. يعني لا جبرائيل اللي مضيفك، او لا اسرافيل، او لا ملك الموت. المضيف وصاحب المائده هو الله سبحانه وتعالى. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. يعني احنا بهذا الشهر ضيوف عند أكرم الأكرمين، أغنى الأغنياء، أبو الكرم، أبو الجود، أبو العطايا، ينطي من غير سؤال، عنده خزائن السماوات والأرض، واحنا بهذا الشهر ضيوف عنده. يعني تخيل وياي ايش راح يقدم لك من كرم. بالله عليك هسه انت لما تروح ضيف عند أحد الفقراء ايش راح يقدم لك؟ تشوفه يمد السفرة بها ما لذ وطاب من الطعام، وبالأخير تحسه نستحي، يقول: اعذرونا عن القصور، وهذا قليل بحقكم، وهذا مو أكلكم، ويظل يعتذر يا أخي. زين الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم الرزاق الوهاب، ودعاك إلى ضيافته. والمشكلة هو العزمك. احنا قلنا ذاك الفقير انت رحت عليه برجليك وقدم لك انواع الطعام، وبالاخير تحسه خجلان ومستحي ويعتذر منك. زين الله سبحانه وتعالى ابو الكرم، ابو الجود، ابو الخزائن اللي ما تخلص، يقول لك انت بشهر رمضان ضيفي معزوم عندي، ايش تتوقع ايش راح يقدم لك؟ الله وكيلك الشماك، ميبسها علينا من الفجر للمغرب ومية ماكو حتى شويف نيبسه. زين شنو من ضيافه هاي اللي يعزمك ويقول لك لا تاكل او لا تشرب؟ بالله عليك هسه انت لما يعزمك احد الاغنياء تاجر ومتمكن وعنده خير من الله، ويجيب لك اكله متواضعه باذنجان وطماطه، ايش راح تقول؟ تقول فلان ما قدرني، فلان ما احترمني، ما ذبح لي عجل. ليش؟ لان اصبح مقياس الكرم والضيافه عندنا بالاكل والفطيح. زين الله سبحانه وتعالى يقول انت بشهر رمضان ضيفي معزوم عندي، بس ممنوع الاكل والشرب. لا والطامه الكبرى الغصه اللي بحلقومنا، اللي ياكل واللي يشرب يتعاقب، واحتمال كبير يذبه بجهنم. زين هاي شو تحط لها والطيب؟ او يجيك واحد راسه مربع وقال لك يا ليش صرت ملحد؟ لا اصير وغصبا عليك، قم على الحلك. يا سافل يا واطي، تبا لك ولخالتك، من لا لهنا بعت ربك على مود خبزه وقلاص لبن يا وقد. اقعد كاش قدرك هيك وعقيدتك هشه. اخواني من خلال هاي الضيافه الالهيه راح نعرف بأن الله سبحانه وتعالى يريد يقول للإنسان: يا إنسان أنت أعظم وأكبر من أن تكون فقط معدة تأكل وتشرب. أنت أكبر من هذا الشيء، وبيك جانب مضيء، جانب مشرق، جانب ملائكي، وهذا الجانب الملكوت المضيء لا يظهر معدنه إلا إذا ابتعدت عن هاي المعدة. ولذلك إذا تلاحظون أكثر العلماء والفقهاء من الطبقة الفقيرة، لأن أنت عندك عقل أو عندك كرش، إذا شبع العقل نام الكرش، وإذا شبع الكرش نام العقل. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها. لأن أنت مستحيل تكون فطن وذكي أو كرشك مليان لبن ومندي. شو تقول حسوني؟ هو الإنسان مو بنسبة، مو بلبسه، ولا بجماله، الإنسان بعرقه. المهم إخواني، فالله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه لوظيفة عظيمة جدا، أو كرمه على باقي المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، كرم لين وجهه جميل أبدا وحقك، كرم لين ملابسه حلوة أبدا وحقك، وإنما كرمه على قولة حسون المحبوب على مود علقة. وأكو روايات
تقول أصلا المؤمن أعظم من الملائكة، لأن الملائكة مخلوقين عقل بلا شهوة، والبهائم مخلوقة شهوة بلا عقل، والإنسان عنده عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو أعلى من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. بشر ترقوا إلى أن أصبحوا أعلى من الملائكة، وبشر تسافلوا إلى أن صاروا كالبهائم، همها علفها وشغلها تغممها. هذا اللي يجبرك يخليك تطلع عن الإسلام. عمي بعدنا ما ماكين. هاي بيها ريحة لحم. عمو والله ما ماكلين. لا عمي ماكلين. يهو